أهلا بيكم في اليونت 3 بتاعتنا عن الووتر والفود سيفتي، الأمان في التعامل مع المية والأكل. وطبعا النهاردة حصة الجرامر والجرامر بتاعنا هيكون عن المبني للمجهول اللي هو الباسيف أي المبني للمجهول، لأن احنا خدنا إن الجملة نوعين: أكتيف وباسيف. وطبعا الدرس ده من أطول الدروس من أكثر الدروس اللي الطلبة بتكون محتاجة إنها تفهمها، ولذلك أنصحكم إن إحنا عشان نفهم الدرس ده كويس إحنا عندنا حاجة اسمها سلسلة تبسيط قواعد اللغة. عندنا على القناة بتاعتنا قناة مستر ياسر السمان، لازم نروح للسلسلة، نروح للحلقة رقم 13 اللي في المستوى سي. الحلقة 13 في المستوى سي اللي هنلاقي فيها بنتعلم ازاي نحول من مبني المعلوم من اكتف لباسيف في 6 أزمنة. الست أزمنة الأساسيين في اللغة الإنجليزية اللي هم مين؟ اللي هم المضارع البسيط، والمضارع المستمر، والمضارع التام، والماضي البسيط، والماضي المستمر، وعندي الماضي التام، وعندي المبني للمجهول في زمن المستقبل البسيط. يعني دول كمان مش 6 أزمنة، دول 7 أزمنة متوفرين عندي على القناة في سلسلة تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية اللي لازم أنا أروح لها عشان أعرف إزاي أحول من أول خالص، من أول الفكرة البسيطة للمبني للمعلوم والمبني للمجهول. لازم يكون عندي شرح كامل عن المبني للمعلوم والمبني للمجهول عشان أعرف أحول ما بينهم بشكل سلس. لازم أروح الحلقة دي وأفهم إيه اللي بيحصل عشان أعرف أدخل على الجرامر بتاع اليونت 3 في تانية سنة، ومش هينفع قبل كده. لازم أكون عارف إيه اللي كان بيحصل قبل كده، لأن هو نفس الكلام متعاد ما عدا بعض الأشياء البسيطة اللي إحنا هنتناولها النهاردة. هنتناول الأشياء البسيطة دي، لكن اللي فات لازم نكون مراجعين عليه كويس. عشان كده إحنا عملنا سلسلة تبسيط قواعد اللغة. أنا على افتراض إن أنتوا رحتوا وفهمتوا اللي كان بيحصل هبدأ أشتغل في الحلقة دي وفي الحصة دي، هبدأ أشتغل في اليونت دي على أساس إن انتوا رحتوا وعرفتوا يعني إيه تحويل مبني للمعلوم ومبني للمجهول في اللغة الإنجليزية. هنبدأ كده بسم الله. هنقول إن أنا عندي هنا إزاي أحول المبني للمعلوم بالمصدر. المصدر اتعامل معاه ازاي في المبني للمعلوم والمبني للمجهول؟ في المبني للمجهول معلوم احنا عارفينه. المصدر في المبني للمجهول بيستخدم بعد الفعل الناقص. لازم الفعل يكون ناقص عشان يأتي بعده مصدر. ازاي؟ ايه الافعال الناقصة؟ احنا قلنا الافعال الناقصة اهي ليها حصة كمان اخدناها في سلسلة تبسيط قواعد اللغة. السلسلة دي مهمة جدا على فكرة. انا عندي فعل زي must فعل ناقص، كان فعل ناقص، could فعل ناقص، will فعل ناقص، would وshould أفعال ناقصة، may وmight دول كلهم بجيب بعدهم المصدر من الفيرب to be اللي هو كلمة be، وبعدها التصريف التالت لازم موجود عندي دايما في المبني للمجهول. في المبني للمجهول التصريف التالت مش بيفارقني أبدا، لازم التصريف التالت. طب ماشي، التصريف التالت هيجتمع ازاي مع الافعال الناقصه؟ اذا كانت الافعال الناقصه مش بتحب بعدها التصريف التالت، الافعال الناقصه بتحب بعدها المصدر، خلاص انا هديها كلمه بي هي المصدر. وعندي امثله هنا بيقول اهو we should be taught يجب ان نعلم. ادي should هي الفعل الناقص، وادي be، وادي التصريف التالت taught. we should be taught about the dangers that exist today. لازم ان احنا يتم تعليمنا او نعلم عن الاخطار الموجودة اليومين دول. The football match can ادي اهو can be played، ادي الفعل الناقص، وادي المصدر be، وادي التصريف الثالث اللي بيدل على المبني للمجهول موجود. يبقى الفعل الناقص اهو ورضيناه جبنا له الفيرب تو بي عشان ما يزعلش، عشان يكون مصدر بتاعه، وجبنا له التصريف الثالث عشان يكون مبني للمجهول، ما يبقاش اختلفنا في انها مبنية للمجهول. The traffic المرور traffic rules قواعد المرور have to اهو فعل ناقص وهنراضيها ونجيب لها بي اهو مصدر، وأبيد التصريف الثالث عشان يبقى رضيناها من ناحيتين، مرة خليناها فيها فعل ناقص ومرة خليناها مبنية للمجهول في نفس الوقت. foot must
food must be kept in the fridge. الأكل لازم يتم حفظه في التلاجة. must أهو وبعدها البي المصدر وkept هي التصريف التالت. must be kept in the fridge. ونلاحظ إن احنا هنا دايما اللي بنبدأ بيهم مفعول، لأن الجملة المبنية للمجهول لازم تبدأ بالمفعول وليس بالفاعل. أصبحت الجملة فيها شرطين، شرط إنها مبنية للمجهول وشرط ان بها فعل ناقص بالطريقة دي، ان احنا نجيب الفعل الناقص وبعديه بي زائد التصريف الثالث اللي دايما بنستخدمه في جملة المبني للمجهول. عندي بعد كده كلمة ات ازاي استخدمها في المبني للمجهول؟ ات بتستخدم في المبني للمجهول في حالة واحدة بس، اني انا اكون مش عايز اذكر اسم من يقوم بالعمل، مش عايز اذكر اسم الشخص اللي بيقوم بالعمل، وبتستخدم مع تعبيرات معينة. ازاي؟ اقول it is او it was، it is taught، it is thought، يعتقد، thought يعني يعتقد، it is believed من المصدق، it is understood من المفهوم، it is alleged يزعم، it's mentioned يذكر، it's hoped يتمنى، it is reported يقال، it's considered يوضع في الحسبان، it's known من المعروف، it's expected من المتوقع، it's announced من المعلن، it's decided من المقرر، it's need to من الأشياء التي نحتاج إليها. فدايما من كذا هي كلمة it، و it دي لو في المضارع it is، لو في الماضي it was، لو في المضارع it is، لو في الماضي it was. ينفع كده وينفع كده. طب ازاي اتعامل معاها؟ على حسب ازاي؟ على حسب فعل الجملة الرئيسي. لو مضارع هنعمل اللي هيحصل كده. ازاي؟ لو كان فعل الجملة الرئيسي مضارع ومستقبل هخليها it is زائد التصريف الثالث واحط التعبير believed او sought. تعالوا نشوف المثال مع بعض. people الناس expect الناس بيتوقعوا that the government ان الحكومة will lose سوف تخسر the elections الانتخابات. ان الحكومة هتخسر ايه؟ الانتخابات. فين الفعل الاساسي بتاع الجملة اهو؟ will lose سوف تخسر. طب اوكي، احنا هنعمل لها ايه؟ هنخليها it is زائد التصريف الثالث والاكسبريشن بتاعنا it is expected من المتوقع that بأن الحكومة سوف تفقد الانتخابات أو سوف تخسر الانتخابات. It is expected من المتوقع that the government أن الحكومة will lose the elections سوف تخسر الانتخابات. طيب الحكومة هنا مش هذكرها خالص غير في النص، لا ممكن أجيبها في الأول. أقول the government is expected، الجفرمنت الحكومة من المتوقع to lose the elections. في كل الأحوال الحكومة هي اللي هتخسر، بس مش معناه هي الفاعل. أنا عايز أعرف مين اللي بيتوقع. دول هم الفاعل، دول اللي هم مادام ما ذكروش أصبحت الجملة مبنية للمجهول، أصبحت الجملة مبنية للمجهول مادام ما ذكروش في الحالتين. هنا ممكن هنا نرجع ونقول by people، لكن كده احنا استطعنا ان احنا ايه نحول باستخدام it. طيب ماشي، لو كان عندي الفعل الأساسي مضارع أو مستقبل أعمل إيه؟ ممكن أقول it has been believed أو thought أو reported. people have reported that many people are homeless after the flood. الناس قالوا إن في كثير من الناس homeless after the flood بعد الفيضان. في ناس كتير فقدت منازلها بعد الفيضان. يبقى نخليها it has been reported. ايه ده؟ هي have نزلت هنا بقيت has been، have نزلت أصبحت have been. it has been reported على أساس إن it بتاخد has، أما البيبل كان بياخدوا have. it has been reported that many people are homeless after the flood. يقال أن كثير من الناس متشردين أو شردوا بعد الفيضان. many people have been reported كثير من الناس. إذا أنت ما قلت يا مستر إن الناس دول هم الأساس المفروض ما نذكرهمش، لا اللي ذكرناهم هنا الناس دول many people. هنا many people have been reported كثير من الناس أبلغ to be بأنهم أصبحوا homeless
متشردين after the flood بعد الفيضان. طب لو كان الفعل الأساسي في الجملة ماضي بسيط هعمل ايه؟ ماضي بسيط هخليها it is للتصريف الثالث believed أو thought عادي زي ما كنا ماشيين، والماضي البسيط موجود أهو. ازاي؟ people believe that الناس يعتقدوا أن the company lost أهي lost هي الفعل الأساسي a lot of money last year الكثير من النقود العام الماضي. يبقى it's believed that the company lost a lot of money last year. أو the company الشركة is believed to have lost من المعترف به أو من المصدق أنها فقدت a lot of money last year. وما ذكرناش سيرة البيبل خالص لأن احنا كان ممكن هنا نقول باي بيبل وارجع وأكد الناس اللي ما شاهدتش الحلقة 13 في المستوى سي أو الحصة 13 في سلسلة تبسيط قواعد اللغة هيكون بالنسبة لهم الحصة دي صعبة خالص، لازم يركزوا معانا ويروحوا عشان يعرفوا الموضوع بدأ ازاي من الأول. The police alleged يزعم البوليس that the murderer إن القاتل escaped هرب. أهو دي من إيه؟ هنا دي ماضي، يبقى it was alleged أهي was أهي دي عشان ماضي سببت في was هنا that the murderer escaped من المزعوم أن القاتل هرب. The murderer القاتل was أهي was نزلت تاني اهو كل ده بسبب escaped was alleged to have escaped من المزعم أو المزعوم أنه هرب. One newspaper reported that he was killed in a car accident. إحدى الجرائد أبلغت أنه قتل في car accident في حادثة سيارة في car accident was killed أهي يبقى was reported أبلغ أنه was killed in a car accident أو he was reported to have been killed in a car accident إن هو قد قتل في حادث سيارة إن هو قد قتل في حادث سيارة. تمام. فهنلاحظ احنا كل ما يكون عندنا ماضي نجيب الماضي اللي قبله الأقدم منه في الأزمنة أوكي كده احنا نبدأ لأن كل ده شايفين كل الأزمنة دي كلها دي تم شرحها بشكل مفصل أكتر في الحصة 13 من سلسلة تبسيط قواعد اللغة. لأن احنا لو بصينا في أي ملخص أو كتاب خارجي أو كتاب المدرسة هيكون من الصعب إن احنا نعرف إيه اللي حصل. يا ترى إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلاها كده؟ هنا الزمن وهنا التكوين المبني للمجهول بتاعه. لازم أكون عارف الموضوع بدأ إزاي عشان بعد كده هلاقي نفسي دخلت في حكاية كبيرة ورسومات كتير مش فاهم منها حاجة. لازم نروح الحصة اللي قلت لكم عليها وكده احنا نقدر إن احنا نبدأ نحل الأسئلة. عندي السؤال الأول بيقول he to get full marks. هو من المعتقد إن هو حصل على الدرجة النهائية يبقى is thought it نقط that he will win the race. هو هيفوز لسه يبقى أكيد هنا يبقى احنا لازم نعتقد هنا فين في المضارع يبقى it is expected من المتوقع. احنا هنتوقع في المضارع وهو احتمال يفوز فين في المستقبل. the bridge الكوبري is believed up during the last war. يعتقد انه تم تفجيره في الحرب الماضية. البريدج is believed ان هو في الحرب الماضية فين بقى to have been blown عشان كلمة last بتدل على الماضي واحنا نجيب الماضي اللي قبله تبقى to have been blown. هي to have a nice voice. هي بيقال يبقى she is said هي بيقال انها لها صوت جميل. اوكي عندي بعد كده the press is alleged a part in shaping the public opinion. البريس اللي هي الصحافة الصحافة يزعم انها بتلعب دور كبير في تشكيل البابليك اوبينيون الرأي العام انها بتلعب دور كبير في الرأي العام وتشكيله. يبقى the press is alleged to play
لان الليك دي بتحب بعدها حرف الجر to، اهي ما عنديش غير هنا اهي الليك to play. your homework accurately الواجب بتاعك لازم يتعمل بشكل دقيق، يعني محتاج هنا فعل ناقص يدل على الوجوب. has to do has done has to be done. ما دام عندي فعل ناقص يبقى لازم هجيب له مين بعده؟ be عشان تكون هي المصدر بتاعه، ويجيب له التصريف الثالث اللي هو مين؟ done ذات نفسها، يبقى has to be done. our lessons الدروس بتاعتنا should before exams. should فعل ناقص زيها زي مين؟ زي has to، هتحتاج عندي to، انا ما عنديش to غير هنا اهو، يبقى to be revised. ما دام should فعل ناقص يبقى تحتاج to. this computer can in an hour or so. الكمبيوتر ده ممكن يتصلح في تقريبا ساعة كده. كان طب ما هي كان محتاج فعل اهو كان بي mended، لا صح مش هينفع دي، كان بي mended اهي، لان بي والتصريف التالت دي هنحذفها خالص من اختياراتها. كان بي mended. the cinema reopened next month. السينما سوف تفتح النكست مانث الشهر القادم اهي. نيكست يبقى ايه؟ مستقبل اهي ويل، مادام نيكست يبقى لازم انزل بالمستقبل اللي هو كلمة ويل. she went to hospital هي راحت المستشفى by a doctor كي يتم فحصها بواسطة الطبيب. كي يتم فحصها to be examined كي يتم فحصها بواسطة إيه؟ الطبيب. the match can from our balcony احنا ممكن نشاهد المباراة من البلكونة بتاعتنا. كان هتحب بعدها مين؟ بي. طبعا عندي بي غير هنا في 2 بي اهو، بي والتصريف الثالث ولا بي والاي ان جي؟ لا بي والتصريف الثالث. كان بي واتش. your jacket must برضه فعل ناقص هتحتاج بي، عندي 2 بي هاخد طبعا بي اللي هي بعدها ايه؟ التصريف الثالث. كان بي brought today يمكن للجاكيت بتاعك ان يتم احضاره اليوم. a party is going to برضه هتحتاج بي اهي to be، ما ينفعش to be given، لا to be اهي to be given next week. let your work finish